صدمة في الشارع العراقي بعد لقاء الحلبوسي بعضو الكونغرس الأمريكي الذي تلطخت يديه بدماء الأبرياء في العراق وفلسطين، وقد تدين الحلبوسي بجريمة قد تصل عقوبتها للإعدام. فمن هو النائب ريتش ماكروميك؟ وكم دفع الحلبوسي لالتقاط هذه الصور؟ ريتش كان أحد الجنود الذين قاتلوا بالعراق، وهو الآن أكبر الداعمين للكيان، وأول من طالب بمحاسبة بايدن على تأخيره وصول الذخائر لإسرائيل. لكن ما علاقة الحلبوسي بريتش؟ يبدو أن الحلبوسي يريد أن يستخدم الورقة الأمريكية لمحاولة العودة للواجهة السياسية في العراق، فقد دفع 18 مليون دولار لالتقاط هذه الصور التي كشفت وجهه الحقيقي المتنكر في ثوب المدافع عن الضحايا، بينما هو يقف في صف الجلاد، وتثبت أن مواقفه لا تعكس سوى مصلحة شخصية تذوب فيها أي مبادئ أو قيم. فالقانون العراقي جرم التطبيع مع الكيان، ومن يرتكبه يعاقب إما بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة. برأيك هل سيحاسب الحلبوسي على ذلك؟